شايفه الطرف ده هيكون معاكي او هتكوني معاه في علاقه حميمه ولا لا؟ عشتني وتنامي على صوت وينام على صوتك وتندر من دح والغرزه الضيقه. سيبيكي بقى من كل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا اسمه فيديو الزتونه. الفيديو اللي هيخليكي حرفيا تتخضي بكره الصبح ومش هتخافي ولا هتقلقي. ليه يا دينا؟ عشان انا جايه اقول لك النهارده فتره الخطوبه دي انت بتعملي فيها ايه. فتره الخطوبه فتره مهمه جدا، مش فتره انتقاليه للجواز، ولكن لا، هي فتره مؤقته ينتقل بيها للجواز يا اما لا. تمام. فدي كلها حاجات احنا بنعرفها في فتره الخطوبه. نعمل ايه في فتره الخطوبه؟ جايه لك النهارده بالظبط جدا. فلو انت مهتمه معايا بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص عايزه اقول لك عليها، وان فتره الخطوبه دي هي فتره للتعارف فقط. الخروجات بنختبر فيها الراجل اللي معانا كريم، بخيل، هيعرف يا هيخرج بينا ولا لا، مش هيعرف، تصرفاته، غيرته، هداياه، لا حاجات بديهيه. ان دي مش فتره انتقاليه للجواز، ولكن هي فتره بتحدد مصيرك، يا تنتهي للجواز يا اما لا. كل شيء اسمه نصيب. فانا جايلك النهارده هقول لك كده على شويه ترتيبات حلوه جدا تعرفي منها ان الشخص ده فعلا توكل على الله واتخطب له واعرف هعمل ايه في الخطوبه معاه ولا لا. طيب اول حاجه كده خالص، انا زي ما قلت لك ان الفتره دي فتره تعارف. يعني ايه تعارف؟ يعني بعرف اهله، بعرف طبعه، بيعرف اهلي، بيعرف طبعنا، احنا الاتنين شبه بعض ولا لا، نفس التربيه ولا لا، نفس التفكير ولا لا. ما ينفعش خالص خالص. جايه لك من المستقبل وبقول لك انت ما ينفعش تاخديش، انت ما ينفعش تاخدي حد مش شبهك خالص. يعني ايه يا دينا مش شبهي؟ ما هو يعني لازم نفس الشكل؟ لا، نفس البيئة بتاعتك، نفس التربية بتاعتك، نفس أهله وأهلك، نفس البيئتين، نفس البيت اللي هنا والبيت اللي هنا. اوعي تاخدي انت تكوني مثلا في مكان مثلا مدينة وتروحي مثلا مكان مختلف، أقصى الجنوب، أقصى الشمال، أقصى الصعيد. الموضوع معاكي هيفرق جدا. عادات هنا مش زي عادات هنا. فحتة التعارف دي مهمة جدا 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 جدا. تعرفي فيها أصوله، بتعرفي فيها ذوقه، بتعرفي فيها تفكيره. دي معنى كلمة تعارف. تعارف كمان بتعرفي فيها عيوب الشخص، مميزاته، وايه اللي في العيوب ممكن اتنازل عنه وممكن لا ما اقدرش اتعامل معاه. دي كلها نقط مهمة جدا جدا. اوعي تتخلي عنها واوعي تستهوني بيها. بصي بقى، خديها من اختك. اي قرار مبني على العواطف بيبقى غلط. اي قرار في الدنيا حكمتي عواطفك بس فيه بيبقى غلط. فعشان كده بقول فتره الخطوبه دي فتره تعارف. اعرف يعني مش بحبك ووحشتيني ووحشتني وتنامي على صوت وينام على صوتك وتندر من دح والغرزه الضيقه. سيبيكي بقى من كل ده. ده انت دلوقتي انت كده واحده مش ناضجه، واحده كده عندها فراغ عاطفي. انا واحده ناضجه، يبقى انا عايزه اعرف الراجل ده انا محتاجه منه ايه، هو محتاج مني ايه، هل احنا الاثنين متوافقين مع بعض؟ مش هقول لك شبه بعض بالملي، ان احتياجات كل اتنين بتختلف طبعا. انت محتاجه ايه وهو محتاج ايه، انتوا لازم تكونوا بتكملوا بعض. فبالتالي ده لازم تعرفيه بالتعامل، بالمعرفه بمعنى اصح. تمام. فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم تاخدي بالك منها. تعالي بقى اقول لك ليه بنقول بلاش القرار يتاخد او يتبني على العواطف فقط. مبدئيا كده لو احنا خدنا قرار الجواز او الخطوبه على العواطف فقط، حرفيا انت بتتعمي عن عيوب كل الشخص. كل الشخص انت تعلقي بيه، تعلقي بيه في روحك بس، تعلقي بيه بالحاجات الحلوه اللي بيقولها، بتعلقي بيه بالحركه المميزه اللي بيعملها لك، بالهديه الجميله الملفوفه، بالحاجه الحلوه الكتكوته اللي بيجيبها لك. طيب، وعلى طول بعد الجواز كل العيوب دي بتبان لان سكرات الحب خلاص راحت. فانت بتشوفي العيوب فمش قادره تتقبليها. طب فين بقى حلاوه البدايات؟ فين جمالها؟ لا، خدي بقى خوازيق النهايات. تمام. فبالتالي انت ما تقدريش تبني حياه على عواطف، لانك انت بتبني حياه فيها اطفال. فحرام اطفال تكون موجوده بناء على عواطف. فبالتالي انت بتبقي محتاجه تركزي جدا جدا حفاظا على مستقبلك وحفاظا على اللي جاي. وطبعا احنا لو اتعلقنا بشخص مهما اللي حوالينا قالوا لنا ده ما ينفعش، ده مش شبهك، ده ما ينفعلكش، ده مش كويس، ده مش عارفه ايه، ده مش عارفه ايه، الله لو ادانا في ودننا الخمس صلوات مش هنستمع لهم ولا اي حاجه خالص. هنقاوح، هنقول لا ده كويس، عايزين تبعدونا عن بعض، عايزين مش عارفه ايه. وعلى طول اول ما بتتجوزي وتشوفي ده على عينك كده على حياه عينك تقولي يا لهوي، يا ريتني، يا لهوي ده انا ما كنتش عارفه، يا لهوي اصل مش عارفه ايه. فحاولي بقدر الامكان تكوني بتسمعي كتير للي حواليكي، مش اي حد.
عشان ما اقدرش اقول لك برضه اسمعي لاي حد. والدك، والدتك، ممكن اختك، بس اكتر من كده لا. اكتر من كده ممكن يكون شايف ان الشخص مثلا مناسب وهو عايز يقرر فيه وخلاص. فاهلك هم اكتر حد هيكونوا خايفين عليكي، فلا اسمعي لهم اكتر. دايما شوفي بعينك منه واسمعي ليهم، هل اللي بيقولوه هو المناسب ولا لا. حطيه في اختبارات كتير، حاولي بقدر الامكان الشخص معاكي ده يتحط في اختبارات وتشوفي رد فعله، وتشوفي ما تديهوش هنت ان انت هتعملي اختبارات. ما تخوفيهوش منك، خليكي طبيعيه جدا، خليكي عاديه جدا. بقول لك على الترتيبه الصح اللي لازم لو انت داخله على فتره الخطوبه، او خلاص اوريدي انت فتره الخطوبه لازم تكوني عملتيها بالظبط. ده هيخليكي تعرفي تبداي حياه في الخطوبه كويسه، تعرفي تمشي فتره الخطوبه كلها كويسه. اول حاجه خالص انت بتستخيري ربنا. لا انا ولا انت ولا مليون البنات ولا كل الكون يعرف ان الشخص ده خير ولا لا. محدش يعلم الغيب غير ربنا. غيرك كتير قوي 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 تصرف بعفويه او اتصرف بتلقائيه، ما كانش عارف ان هو ممكن يستخير ربنا في ان هو يختار شخص او لا وما توفقش. فانت اول حاجه خالص لو خايفه من تجربتك في الحياه مع شخص، استخيري ربنا وسلمي كل امورك ليه. وادعي دايما دعاء الاستخاره دايما في صلاه الاستخاره، وخليكي دايما تقولي اللهم اكتب لي الخير كله وارضيني بيه. اللهم خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار. اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير. بس وسيبي الباقي كله على ربنا. صلي صلاه الاستخاره. صلاة الاستخارة مهمة جدا جدا، مش بس في حياة مصيرية أو في حاجات مهمة، لا صلاة الاستخارة في كل حاجة أنت محتاجة فيها يعني اختيار ربنا ليكي. تمام. واتبعي الاشارات. ايه هي الاشارات؟ مش بس احلام، لا لا لا. الاشارات التيسير والراحه. بعد صلاه الاستخاره حاسه ايه؟ بعد صلاه الاستخاره حاسه الدنيا بتتعقد ولا بتتيسر وبتمشي بسرعه؟ بعد صلاه الاستخاره حاسه ان الشخص انت مرتاحه له ولا لا؟ وطبعا قبل صلاه الاستخاره بتشوفي كل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. اول حاجه خالص وهي القبول. الشخص اللي انت بتتعرفي عليه او اللي انت دايما ده خلاص ده متقدم لك وانت عايزه تشوفي حياتك معاه، انت بتكوني شايفاه في حته القبول. يعني ايه؟ من الاخر، بيني وبينك احنا بنات زي بعضينا، شايفه الطرف ده هيكون معاكي او هتكوني معاه في علاقه حميمه ولا لا. في الاخر هو ده القبول. عرفتي تشوفيه في الحته دي، هو ده القبول. تمام. ما عرفتيهوش وجسمك اشعر واتخدتي ولا، خلاص ابعدي. يعني ده خلاص دي من اولها بتقولي لا. تمام. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه بتشوفي طباعه مناسبه ليكي ولا لا، اسلوبه مناسب ليكي ولا لا، طريقه كلامه. ده بيبان في القعده او القعدتين اللي بتحصل ما بينك وما بينه. طبيعي، ما انت بتقعدي مره ويكون اهلك عارفين، انت بقى واهلك، انت ومامتك مثلا وهو ومامته، انت وصاحبتك وهو مثلا لوحده. على حسب، يعني انت على حسب بتظبطيها. القعده او التانيه اللي بتقعدوها، طريقه كلامه اصلا، لهجته، اسلوبه، بصاته مريحه ولا لا، فيها ولا لا. انت فاهمه حاجه؟ فدي كلها حاجات مهمه. الحاجه الثالثه اللي لازم تكوني عارفاها وهي ان احنا بنوفق مش بنفصل. يعني احنا مش هناخد مقاسات عينه بالظبط، لا. يعني ممكن في حاجات نتعداها كده ونتخطاها. ليه؟ لان مفيش حد كامل، مفيش حد عنده كل المميزات، ولكن في حد ممكن اعديله حاجه معينه. يعني مثلا ما بيعرفش مثلا يجيب مثلا يعمل حاجه في البيت معايا عادي. آم، مش هينفع مثلا ان انا ابات عند ماما وبابا، بس هيوديني عادي خميس وجمعه اقعد لحد اخر النهار من اول اليوم لحد اخر اليوم عادي. دي حاجات بتتعدى. يعني لغه الحب عند كل طرف من التاني مهمه جدا جدا جدا. دي عايزه لها حرفيا يا جماعه فيديو لوحده، فيديو لوحده كده نتكلم في لغات الحب. ليه؟ كتير قوي من الناس تلاقي نفسها ان ده انا بعمل لها وبجيب لها ومش عارفه ايه وجبت لها قد ايه وعملت لها قد ايه، بس الست مش مبسوطه. النقطه اللي بعد كده وهي الخناق. طبيعي لازم يحصل خناق وخلاف وسوء تفاهم ما بين اي طرفين لسه ما عرفوش بعض، ما بين اي طرفين لسه ما يفهموش بعض. المشكله مش في الخناق، المشكله احنا بنتصرف ازاي في الخناق، بنتعامل ازاي. خلاص انا استخرت ربنا وسلمت اموري ليه وحاسه ان انا مرتاحه يا دينا، حاسه ان الامور بتتيسر، توكلي على الله وتخطبي. وبعد الخطوبه يا دينا هقول لك على اسئله مهمه جدا 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 تعرفي بيها حياتك بعد الجواز هتبقى عامله ازاي مع الشخص ده، مع البني ادم اللي معاكي ده. تعرفي بيها دماغه. اسئله صعبانيه من اختك بقى،
من اختي، بحكم ان انا قعدت مع 10 عريس كلهم بمشيهم عشان الاسئله الصعبانيه دي بيبانوا على حياتهم. تعالي تعالي لي والله ما استخسر فيكي. بس كده حلوين، فده كان فيديو النهارده، رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير، اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا حابين ايه فيديوهات تانية. اقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.